اهلا وسهلا بيكم في المحاضره السابعه من كورس البارشال فاينانت element. المحاضره دي مهمه جدا، يعني احنا خلاص بقى قفلنا التعريف المره اللي فاتت وقلنا ازاي المفروض تتكون وازاي البرنامج بيحلها وكل القصه ديت. نكمل بقى في ايه في طريقنا ان شاء الله. تاني وتالت ورابع، لو انت بتسمعنا اول مره هات الكورس من اول، هتفهم الغرض من الكورس واحنا ايه بنعمل ايه هنا وايه كل القصه ديت. لكن سريعا، الكورس دوت للناس اللي شغاله على الانسز بس محتاجه اكاديميك باك جراوند او فاينانت element ثيوري، او الناس اللي عايزه تخش مجال فاينانت element مش لاقي حد يتعلمها الاساسيات. فالثيوري البلاي ليست ديت بنعلم فيها اساسيات الثيوري بتاعت الفاينانت element بس. ولو انت عايز كورس انسز، كورسات في الانسز متخصصه، احنا عاملين تراك على يوديمي، هتلاقي اللينكات تحت. بس كده نبدا على طول. المحاضره دي هنعرف فيها او هناخد فيها الاستراتيجي اللي بيبدا اللي بياخدها اي فاينانت element اناليست او اي حد شغال فاينانت انسولفر، ازاي بيفكر قبل ما يحل المساله. تمام. لان الناس فاهمه ان انت بنبدا بالموديلنج، ان انا معايا كاد سوفت وير وعايز اوديه على الانسز واعمل له اناليسيز. الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح قوي. في شويه حاجات كده انت بتقعد تفكر فيها وتقعد تمسك ورقه وقلم وتشخبط كده عشان تفهم. ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، اللي هي الاستراتيجي بتاعت اي فاينانت element سوفت وير او اي فاينانت element اناليست او اي حد بيشتغل فاينانت element يعملها. والكلام ده مهم، يعني عايز اقول مهم للكلاينت ومهم للناس اللي عايزه حد يشتغل لها ومهم للناس اللي بتشتغل بقى. تمام تمام. اول حاجه عايزين نفهمها مع بعض، ان انت ما تسيبش البرنامج هو اللي يتحكم في الاناليسيس بتاعتك. انت البرين وانت اللي بتحرك البرنامج. تمام. فانت اللي هتجادج عن النتائج، انت اللي هتجادج عن النتيجه، وانت اللي هتقول ده صح ولا غلط. لان انت الاسامبشنز اللي انت بتحطها ممكن تودي البرنامج ان هو يعمل اي حاجه في اي حته، لان انت خلاص مش فاهم. تمام. فدي نقطه. فانت عندنا 10 ستيبس هم هنقول لك عليهم تطبقهم قبل ما تخش تحل اي مساله. تمام تمام. اول حاجه اكسبوز بروبلم. ايه القصه ديت؟ القصه ان انت بيبقى عندك كلاينت، الكلاينت ده عندك كلاينت او شركه او طلب منك تاسك في الشركه او في الكليه او اي حاجه. القصه ديت عشان تنجح انت لازم تسمع من الراجل اللي جاي له ومعاه المشكله. ومن فضلك، يعني انا نفسي بعمل كده في ميكا تيوب، لما حد يقول لي انا عندي قصه على الانسز وعايزك تعملها، بقول له نعمل ميتنج. يقول لي طب البيبر فيها؟ اقول له لا، ما فيش دعوه بالبيبر دلوقتي، اركن البيبرز واركن كل حاجه، انا عايز اسمع منك انت. لما تسمع من الكلاينت تفهم هو غرضه ايه وعايز يعمل الموضوع ده ليه. دي القصه. فانت لازم تفهم المشكله بتاعتك، تفهم المشكله وتحللها وتشوف ايه الدنيا ايه الليميتيشنز بتاعتك، ايه اللي انت عايزه، ايه اللي يقدر الفنايت اللي تساعد بيه. قد يكون الموضوع مش مستدعي، يعني في احيان كتير الموضوع مش مستدعي وممكن يخلص بالورقه والقلم. لو يخلص بالورقه والقلم ده 100 100 يلا بينا. والله لو يخلص على ديزاين اكسلريتور مثلا حسبه سريعه يلا بينا. تمام. لو الموضوع اصلا الفنايت مش هيساعده تقول له، يعني مش لازم ان انت يعني تدخله ان هو يشتغل، لا عادي انت بتنصحه بناء على وجهة نظرك، وجهة نظرك انت. دي اول واحده. تاني حاجه بقى، ان انت خلاص قعدت مع الكلاينت بتاعك وشفت الدنيا، ان انت تعرف الجول من الموضوع دوت. انا داخل الانسز اعمل ايه، او انا عايز اعمل ايه. تمام. تسأل، وده ساعات برضو بيقول لك عليه كلاينت او المانيفاكتشرنج، او تقول لك عليه الراجل يقول لك عليه الديزاينر او الكلاينت. تمام. يقول لك انا عايز كذا كذا كذا، انا عايز كذا كذا، انا عايز اشوف مثلا عندي كانتليفر، الكانتليفر ده طوله وعرضه كذا، الكروس سكشن بتاعه عامل كذا ومتثبت من ناحيه، وعايز احمل عليه لود من ناحيه. الموضوع ده هيديني ايه؟ عندي كاميرا خرسانه وفيها شويه كانات حديد، هيحصل لها فيلير امتى؟ تمام. كل القصه دي. تمام. فانت بتعرف الجول بتاعك عشان يبقى واضح كده، واضح كده بالنسبه لك. بعد كده الاناليسيس بتاعت الهيستوري بتاعتك، غالبا انا دايما بقول الموضوع ده، الموضوع اللي انت عايز تعمله على الفاينانت element ده غالبا حد سبقك فيه، وطالما حد سبقك فيه سرش. موضوع السيرش دوت هيوفر عليك حاجات كتير جدا. ان انت مثلا ممكن يكون هو مستخدم نوع اليمنت معين، ونوع الاليمنت دوت او عامل ميشنج بطريقه معينه، والميشنج اللي هو عملها ديت اداته اكتر حاجه قريبه لارض الواقع.
او عمل تجربه وحكاها، فهو طالما عمل تجربه وحكاها، فالتجارب وحكايتها ديت بيبقى ليها حاجات معينه. هو استخدم كونكشنز اللي قربته لاقرب حل. هو عامل له تيستنج، مستخدم نوع اليمنت معين، مستخدم كونكشنز معينه، يعني مستخدم حاجات بطريقه معينه في البروسيس نفسها، ادته ان هو بسبب التيست اللي عمله قللت له وقت الحل، وفي نفس الوقت اديته اقل ايرور. فلازم تدور ايه، لازما تدور. تمام. عندي بعد كده ايفالويت الفاسيلتي. انت تشوف البدائل بتاعتك. يعني ايه البدائل؟ انت مثلا ممكن زي ما قلت لك قبل كده ان تقول ما تكونش خايف ان انت تقول للكلاينت بتاعك والله الفناتر مش هيفيدك. تمام. يعني او الجول اللي انت عايزه ده الفناتر مش هيساعدك فيه، او ان انت تقول له نوع الاناليسيس غلط، لان ده برضو حاجات كتير بتيجي يقول لك انا عايز اعمل، يقول لك ايه، انا عايز اعمل آه، عينه شد مثلا وعمل لها تنشن مثلا، عمل لها تنشن تيست، بيقول لك انا عايز اعمل ستاتيك ستراكشر واوصل للفيلير. الستاتيك ستراكشر في التنشن تيست مش هيوصلك للفيلير، مش هيوصلك. انت محتاج تعمل اكسبليسيت داينامكس. فانت بقى بخبراتك بتقعد مع العميل تقول له، بتقول له ايه نقط الضعف وايه اللي محتاجه. ممكن يكون هو مش عايز الاستاتيك، ممكن يكون البروجكت بتاعه محتاج دايناميك اناليسيس، محتاج مثلا اكسبليسيت. ممكن يقول لك انا محتاج اوبتمايزيشنز، بيقول لك يحتاج المينيمم ويت اللي يخلي لي بتاع البيم او الكانتليفر لا يتعدى الماكسيمم فان ميسز. تمام. فان انت بتقدر تقول له كل حاجه هو محتاجها. تمام. عندي بقى الايفالويت ذا باوندري اند سراوندينج انفايرمنت. اي حاجه بيبقى ليها حدود، بمعنى ان انت بيبقى عندك باوندري كونديشن في الطريقه معينه. الباوندري كونديشن ديت كل ما بتتغير بتاثر في النتيجه، ودي من احد الحاجات الاسباب المهمه اللي بتاثر في النتيجه. مش باوندري كونديشن. يعني مثلا انا بشوف الناس دايما بتستسهل في موضوع الاستاتيك ستراكشر، لود وفيكس سبورت، لود وفيكس سبورت، مع انه بيبقى غلط وبيبقى مش قريب من الواقع في كثير من الاحيان. الفكره ان انت لازم تفرق ان انت الفيكس سبورت دوت بيبقى 0 ديجري اوف فريدم. طيب في حاجه اسمها ريموت ديسبيسمنت، وفي حاجه اسمها ريموت بوينت، وطريقه حط اللود بطريقه معينه بتفرق في الحل. كل ده بيفرق، فلازم تعمل ايفالويشن للموضوع دوت، ايفالويشن للباوندري كونديشن هتستخدمها بطريقه عامله ازاي وتحكيها عامله ازاي، وقصه اللود اصلا هتحطه ازاي. تمام. دي من الحاجات اللي مهمه. عندي بعد كده ال understanding the loading and predict load باث. ايه قصه اللود باث دي؟ اللود باث ان انت عندك انت بتحط لود مثلا، اللود ده بتحط لود مثلا على فيس معين. اللود دوت او الفيس او الاستراكشر بتاعك ده بينقل اللود للسبورت. تمام. القصه دي اسمها اللود باث. قصه نقل اللود من نقطه تاثيره لحد السبورت دي بيسموها اللود باث. فقصه اللود باث دي هتلاقي ستراكشر معين في او بارت معين في التصميم بتاعك هو الكريتيكال، وهو محل الدراسه. دي القصه، ان انت تشوف البارت دوت ايه القصه بتاعته، لان البارت دوت يعني زي ما تقول كده هو اللي شايل الليله، او اللي انت شلته التصميم هيتفك، او اللي انت شلته التصميم هيتفك. البارت ده بنسميه الكريتيكال كومبوننت. الكريتيكال كومبوننت ده محل الدراسه بتاعك، غالبا بيكون هو محل الدراسه بتاعك، وهو بيبقى الكي بوينت، تمام. فانت لازم تعرف اللود باث بتاعك ايه، يعني تفهم بقى المساله. اللود جاي من هنا من فوق، فانا عندي 3 4 بارت، فالبارت ديت بتاكت مع بعض بطريقه معينه، بتتحرك مثلا، فبتديني زي البيستم سلندر ميكانيزم مثلا، هديك 1 ديجري اوف فريدم، فانت عندك عندك لينك معين هو اللي بيزق البيستم، فهو ده الكريتيكال مثلا، يعني ايا يكن. تمام. هو ده اللي هينقل اللود من نقطه تاثيرها للبيستم، فهو ده المهم. فانا عندي تو كونكشن، الكونكشنز دي هعملها نو سيبريشن، دي هتعمل فريكشن ليس، لان كده بنقعد تحكي كده مع نفسك بالطريقه اللي انا بقولها دي. على فكره ما حدش بيخترع الذره. تمام. عندي بعد كده سيلكت. بعد ما عملت كل الكلام ده اللي انت الموضوع الاليمنت تايب، ان انت المساله بتاعتك ديت زي ما الكلام بيشرح بعض على فكره. وانت بتعمل هيستوري اصلا ان ان انت ايه نوع الاليمنت اللي انت هتستخدمه. طب هتستخدم ال1 دي، استخدم ال2 دي او ال3 دي. كل نوع من الانواع اللي احنا قلناها في المحاضرات اللي فاتت ليها قصه اصلا. يعني انت ممكن تستخدم 1 دي، ممكن تستخدم التراس او البيم. طب ال2 دي
في كذا وفي كذا، في ال 3 دي في هيكسا وفي تدرا وفي مش عارف ايه، تمام، في ستراكشر مش وفي ان ستراكشر مش، نوع الاليمنت ايه بالظبط، والموديل سايز، السايز بتاع الاليمنت بيفرق في الحل، لان انت كل ما بتقلل كل ما بتحصل على نتيجه ادق. طب لحد امتى؟ ما انا مش هقعد اقلل واقعد سنتين احل في المساله، لحد امتى؟ كل الكلام ده وتقعد ايه تحكي فيه مع نفسك، تمام. ايه الاليمنت سايز والاليمنت تايب والموديل سايز والقصه دي كلها، ولينا بقى ان شاء الله في موضوع الميشنج ده ان شاء الله في الكورس دوت، تمام. عندي بعد كده بريدكت ذا فاينل ريزلت. لازما يكون عندك السنس الهندسي اللي تحكم بيه على المساله حتى بعد الفاينل اليمنت ما يحل ويديك نتيجه، لازما يكون تجادج انت النتيجه دي، شوف النتيجه اللي انت ديت منطقيه اصلا ولا لا. بمعنى ان انا لو عندي كانتليفر معروف جدا اللي درسناه في الكليات كلنا ومتفق عليه من الكوكب كله، انه طول ما طول الكانتليفر يزيد الديفليكشن هيزيد، لو فنيت اللي طلع لك حاجه غير كده يبقى انت هبت حاجه غلط، لان الاكاديميك هو الصح، الاكاديميك هو الصح. لو انا عندي مثلا بليت وحطيت عليه فورس وبليت تاني ويز هولو وحطيت عليه نفس الفورس، معروف ان الماكسيمم ستريس هنا هيبقى اعلى من الماكسيمم ستريس هنا. ليه؟ لان انت خدت فيتشر، فلما كتيت فيتشر من البليت ديت الستيفنس بتاعتها قلت، فطبيعي ان ده يبقى اكتر من ده عند نفس الفورس، لو انت بتختبر عند نفس الكونديشن. فانت لازم تعمل بريدكتنج للريزلت، تعمل بريدكتنج وتقيم هل ده صح ولا غلط، وهل ده قريب من اللي بيحصل في الواقع ولا لا. قد تكون انت غلطت او افترضت افتراض مش منطقي، وده اللي بيحصل في كثير من الاحيان، ان انت بيبقى عندك سيستم ممكن تكون حكيت كونكشنز بطريقه معينه، عملتها فريكشن او فريكشن ليس وهي نو سيبريشن مثلا، استخدمت اليمنت غلط، استخدمت اليمنت في نوع معين غلط، عملت سمبليفيكيشن للموضوع بشكل اوفر فانت عكيت المساله، او استخدمت اوفر ديزاين ان انت حطيت التصميم كله والاسمبلي كله في في الانسز. طب كل الكلام ده مهم ان انت تقدر تعمل، تقدر تبقى متنبئ بالنتيجه، وتقدر تعمل تحلل الموضوع فتقدر ان انت تقيمه، تمام. بعد كده ريفيو بلان، وبعد كده عندك بقى ايه 14 سؤال لازم ان انت ايه تسالهم، تمام. كل الاسئله دي اي ثينك ان احنا قلناها، يعني مش عايز اطول وقت الفيديو، وانا بحب احط كل حاجه، انا سامحوني في السلايد انا بكتب كلام كتير، لان انا بيبقى عايز السلايد دي احنا بنرفعها طبعا على الدرايف، فيبقى عايز الناس تنزلها وتقرا ورايا، لان ساعات ان انا ايه بسكيب حاجه عشان ايه ما اطولش عليكم في الموضوع. بعد كده بتبدا بقى قصه الموديلنج، تبدا بقى تروح للسوليد وورك وتعمل الموديلنج بتاعك، وبعد كده تبدا ايه في القصه، تمام. ده اللي بيحصل يا جماعه، يعني الناس هنا بتبدا من هنا، انت ما بتبداش من هنا، انت ما بتبداش ايه من هنا، لازم تقعد تحكي مع نفسك ايه شويه، تمام. عندي انت خلاص كده الفيديو دوت خلص او المحاضره دي خلصت. ما تنساش بقى تتابعونا عند كل القصه ديت عندنا طبعا تراك على يوديمي، لو انت عايز تاخد التراك دوت ايه تواصل معايا. بس كده، هشوفكم بقى الفيديوهات الجايه، سلام عليكم.